مساء السعاد. ما تيجي اقدم لكم النهارده طريقه سهله جدا وجميله جدا ولذيذه جدا جدا للبط يا بنات. حاجه كده هايله، مش قلت لكم هبهركم؟ يعني هبهركم من غير بقى ولا قلي ولا تحمير ولا اي حاجه يا بنات. حاجه كده زي الفل. هتطلعي البطايه في وقت قليل جدا، وطعمها يا بنات وشربتها بجد بجد زي الفل. حاجه كده ان شاء الله عسل عسل عسل. مش قلت لكم هبهركم؟ يعني هبهركم. انا هنا في وصفات الغلابه جايالك من الزمن الجميل. هنقدم مع بعض وصفات سهله جدا واقتصاديه جدا وبسيطه وعلى قد الايد. وزي ما انتوا بقى شايفين يا حبايب قلبي، جالنا زي ما انتوا شايفين بطايه بلدي حلوه قوي ما شاء الله، تستاهل بقكم. كان عندي بقى في الفريزر يا بنات صدر فرخ، فقلت اخرجه كده مع البط، لان عندي اللي بيحب البط واللي ما بيحبش. فاللي بيحبوا اكل البط هياكلوه بالف هنا، واللي ما بيحبش هنقدم له الصدر ان شاء الله. هنقدم بقى جنب البطه ايه يا بنات؟ كان نفسي قوي اقدم لهم النهارده شويه ورق سلق كده، ايه اعمله لهم محشي، بس كان الوقت يعتبر قصير شويه لان كنت في مشوار. فطلبوا مني بقى ان انا اقدم لهم رز بسمتي. كان نفسي قوي ان انا اقدم لهم الرز والبطه مع بعض في صينيه واحده، وهقول لك ازاي تعمليهم وتقدميهم في نفس الصينيه. ده شكل الرز البسمتي يا بنات. وعارفين ان حجمه يا بنات بيتضاعف وبيزيد، بس عشان خاطر اطبخه نسبة المية بتزيد شوية عن الرز البلدي، اكتر يا بنات من الرز البلدي. يعني لو احنا بنطبخ الرز المصري بتاعنا بنضيف الكوبايه قصادها كوبايه، الرز البسمتي الكوبايه بيبقى عليها كوبايه ونص. حله على النار يا بنات فيها ميه بتغلي، وهنا بقى طاسه، وهبدا ان انا الوح البطه. يعني اكنك كده بتقليها. تقدري طبعا تستخدمي الخطوات دي كلها في حله واحده، بان انت تسلي البطه او تقليها. الطريقه دي يا بنات بتنزل اي دهون في البطه. طبعا عارفين ان البط بيكون دسم جدا وسمين، وفي ناس كتير قوي ما بتحبش تاكل البط بسبب الدسامه بتاعته. هنا بقى لما انت تشوحيها كده او تديها اللون اللي انتوا شايفينه وتدوها الصدمه دي، بتنزل اي دهون يا بنات في البط. فبصراحه طعمها بيبقى حلو، وفي نفس الوقت يا بنات بتكوني تخلصتي من اي دهون جوه البط. بعد كده يا حبايب قلبي، بعد ما احنا حمرنا الفراخ والبط بالشكل اللي انتوا شايفينه واديناه اللون الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده، طبعا انا بغلي ميه على العين التانية. وهنا بقى عشان ان الوقت بتاعي اسعفه او انجز في الوقت، لان انا زي ما قلت لكم كان الوقت بالنسبه لي قليل خالص. فهبدأ يا بنات اجيب البطة بالشكل اللي انتوا شايفينه واسقطها على طول في مية بتغلي بالشكل ده. وهنا بقى البطة لا هتنزل زفارة ولا هتنزل ريمة ولا اي حاجة. طبعا المية يا بنات بتغلي طبعا. وهنا عايزة اعرفك او اقولك ان تسوية الفراخ بتختلف طبعا عن تسوية البط. هنا المنكهات بتاعتي يا بنات عبارة بقى عن عود قرفة، فصين مستكة وحبهان، ليمون مجفف وورق لوري لو موجود، حبة كركم ليه فوائد هايلة جدا يا بنات للعظم، وفي نفس الوقت بيدي لون حلو جدا للشرب. بضيف بصلاية، فصين من التوم، طماطمايه واحدة كده من الجزر، وبيبقى ده يا بنات اسمه البوكيه جرنيه. هنبدأ بقى هنا يا حبايب قلبي نشوح بصلة في مكعب من الزبدة او قطعة كده من السمنة البلدي، وده يا بنات بيدي ريحة هايلة وبيدي برضو طعم جميل جدا. قرنين من الفلفل الحامي طبعا اختياري لو بتحبوه. وهنا بقى يا بنات انا هعمل هعمل معاكم الرز البسمتي. ضفت معلقتين من الصلصة، وهبدأ ان انا اشوح فيهم بالشكل اللي حضرتك شايفاه. وهضيف بقى يا بنات مكون هيعجبكم قوي، اول مرة كده تقريبا تشوفوه على السوشيال ميديا. انا غسلت الرز يا بنات ونقعته لمدة تقريبا نص ساعة، وبعد كده هبدأ ان انا اشوحه كده مع البصلة والطماطم. الشوربه طبعا انا ما ضفتلهاش ملح، فهنا بظبط يا بنات الملح بتاعي، وهضيف شويه كركم عشان لون الرز يبقى مبهرج كده وحلو. طبعا لو هعمل الرز كده لوحده وحاسه ان الشوربه مش منكهه بالعطريات اللي احنا حطيناها، تقدري تضيفي بقى ليمونه مجففه، قرن من عود من القرنفل، قرن شطه. البهارات يا بنات اللي احنا ضفناها للشوربه تقدري ان انت تضيفيها للرز بتاعنا. بعد ما الرز اتغلف تماما يا بنات بالمادة الدهنية وتشمع، هبدأ ان انا بقى اسقيه بالشوربة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. زي ما قلنا الملح عينك ميزانك. طبعا انا هنا عشان خاطر معايا بط، فالبط يا بنات ما بضيفلوش الملح غير في النهاية خالص. اللهم بارك، الرز ما شاء الله عليه بدأ يشكشك كده معانا اهو. هبدأ ان انا اغطيه وهدي النار عليه يا بنات يتردد معانا.
البط اللهم بارك استوى وبقى زي الفل. في المرحلة الأخيرة يا بنات بضيف لي الملح. طبعا يا بنات الفراخ لو حسينا انها استوت قبل البط تقدر ان انت تنشليها كده وتخرجيه. مين بقى بحب البصل يا بنات في الشوربة؟ انا بحب البصل جدا، بيبقى طعمه جميل في الشوربة. وحابة تخلي لون الشوربة كمان مميز كده يا بنات، انا طبعا نسيت اضيف طماطمايه في اول الفيديو، فضفت هنا يا بنات معلقتين من الصلصة ومع البصلية يا بنات، ودي بقى كانت تعتبر اخر غلوة للبط بتاعنا. الرز اللهم بارك بدأ يتشرب خالص الرز الشوربة بتاعته يا بنات، وما شاء الله زي ما قلنا هنبدأ نهدى عليه النار. في الوقت ده بقى يا حبايب قلبي بحاول ان انا اضيف المكون السحري اللي قلت لكم عليه اول الحلقة. هضيف يا بنات هنا من نص لكوباية من الحليب، وهنا الحليب يا بنات كان ما شاء الله عليه القشطة بتاعته. الحليب بقى بيدو طراوة هايلة يا بنات للرز، اما عن القشطة او الحليب برضو فبيدو ما شاء الله اللهم بارك طعم السمنة البلدي للوصفة بتاعتنا. اللهم بارك الرز معانا استوى بقى زي الفل. اختبر بقى البط يا بنات، بجيب طرف المعلقة وببدأ اضغطها كده على البطاية، ابص كده الاقي البطايه خلاص ما شاء الله بدأت كده تخرج زي شوربة كده سائل ابيض. يبقى كده معانا البطايه ما شاء الله استوت وبقت زي الفل. بجد بجد الف هنا وشفا للي شاف والف هنا وشفا للي اكل. ده بقى يا بنات كان الفطار بتاعنا النهارده. يا ريت يا ريت اكون كنت ضيفه خفيفه على القلوب خفيفه على الجيوب. قدمنا الفطار وطبعا ما تنساش جنبه السلطه والتمر. يا رب يا رب رب يكونوا 30 يوم هنا وفرحة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. اللهم اجعله يا رب العالمين شهر تحقيق الأمنية. ما تنسوش تحبوا بعض.